هل يا ترى في امل بعد اول ترم ليا؟ هل يا ترى هقدر ان انا اتخرج بمجموع كويس؟ يا ترى النتيجه تظهر امتى؟ يا ترى ما دفعتش المصاريف هقدر اعرف النتيجه؟ كل هذا واكثر سنعرفه معا في هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. بصراحه انا لازم اعترف ان انا كنت مقصر جدا معاكم. مش جدا قوي يعني، بس انا يعني من وجهه نظري او التوقعات بتاعتي انا قصرت بصراحه. الترم الاولاني كنت ممكن يعني كنت عايز اعمل اكتر من كده، احسن من كده معاكم، ساعدكم اكتر من كده. وبالذات برضه فتره الامتحانات. بس باذن الله الترم التاني يكون احسن بكتير، والواحد مش هيحاول ان هو ما يكررش الحاجات اللي هو غلط فيها تاني. الواحد دايما بيتعلم من اخطائه. أه ولكن يعني في الواحد فعلا كان بيبقى عنده شويه ضغوطات. الواحد بيبقى يعني اتمنى انتوا بتدعوا لي معاكم دعوه حلوه. اتمنى انتوا تدعوا لي، ما تدعوا معاكم، تدعوا لجدتي بالشفاء بجد. لان يعني هي يعني يعني مش احسن حاجه دلوقتي. اتمنى تدعوا لها بالشفاء العاجل يا رب. و الاوضه اللي انا بصور فيها دلوقتي دي، وياما صورت منها فيديوهات وكده، بصراحه انا مش عارف اذا كنت هكمل فيها ولا لا. يعني مش عارف بصراحه اذا كنت اصور لكم، يعني ممكن تكون دي اخر مره اصور لكم فيديو من هذه الغرفه. فبرضو يعني مش عارف بقى هعمل ايه بعد كده. فيما بقى يعني عندي كذا حاجه كده، فاهم؟ فبدولي معاكم بجد. بس دعونا، كفى حديثا عني الآن، ودعونا نتحدث عنكم. أنتم عظماء المستقبل، أنتم الأمل. أنا متوسم فيكم خير كتير قوي. وعشان كده دايما بحب اعمل كده معاكم، بحب ان انا احاول اكون متواجد معاكم، اسيب اثر، اسيب بصمه، واعرفكم ان انتم هتبقوا فعلا ناس عظيمه، ناس ناجحه في المستقبل. هذه ليست القضيه، تمام؟ ولكن القضيه انك تبقى ناجح و شخص عظيم وشخص مؤثر، ولكن بما يرضي الله، ب آه، ب بالطريق الصح مش بالطريق الغلط، بانك انت ما تنافقش، انك انت ما تكذبش، انك انت ما تكونش حد فاهمني بيغضب ربنا. تبقى انت بتعمل انت بتعمله، تكون انت راضي ربنا، فاهم؟ انا حاسس ان انا من جوايا، انا قلبي مش مقبوض، لا انا مش بعمل حاجه غلط، انا فاهم مش بعمل حاجه انا خايف منها، هكذا هكذا. مع الوقت هتفهم قصدي، فاهم؟ وصدقني، لو تم يعني آه تخييرك انك انت تختار ما بين انك انت تكون شخص محبوب او شخص محترم، ف يعني اختار انك تكون شخص محترم. وده مش كلمتي، ده كلمة دكتور اسمه دكتور محمد سلمان. ف سمعتها يعني، فعلا دي حقيقة. برضو اسمه ايه ده يعني. لو برضو تم انك انت تختار انك انت بين انك انت مثلا فلوس او المنصب او مثلا فاهمني، وانك انت تختار نفسك، اختار نفسك، فاهم؟ آه يعني فاهم، ما تخليش حاجة تخسرك نفسك. هي دي الفكرة. هتوصل وهتبقى ناجح، ما تقلقش. بس الفكرة هتنجح وهتوصل بالطريق السهل ولا الطريق الصعب، او الطريق اللي هو المفروض ان هو فاهم انك انت تسلكه. هتنجح بالغش، فاهم؟ ولا هتنجح في انك انت ذاكرت وتعبت عنت عليك طول الترم. هي دي الفكرة، فاهم؟ بس فهو ده اللي انا كنت دايما عايز اقوله. ارجوك انجح بما يرضي الله. بس انت فاهم، لما تكون حد عظيم، انت خلاص دخلت الكلية هنا، فاهم؟ هي مسألة وقت، فاهم قصدي؟ فكل مؤشرات تقول انك انت تبقى حد ناجح، انت عقلك كويس وحد كويس، فاهم؟ بس فكرة عايزك تبقى ماشي صح، فاهمني؟ مش عايز تفقد البوصلة بتاعتك. افتكر دايما الجملة دي، ما تفقدش البوصلة بتاعتك، ما تفقدش نفسك، دايما اكسب نفسك. فدي نقطة حابب ان انا كنت اقولها. حابب برضو ان انا اقول انه الهدف الاسمى والاعظم بالنسبة لك، واللي لازم يعني يكون بالنسبه لك دايما، اللي انت تبقى عارف ان هو ده الهدف فعلا، انك انت تدخل الفردوس الاعلى، انك انت تكون في اعلى الجنات مع رسول الصحابه. هو ده فعلا الهدف، انك انت تخرج من الدنيا دي باعلى مجموع من الحسنات، زي ما انت برضو حريص انك في الكليه اعلى مجموع من الدرجات. وده حاجه كويسه جدا جدا جدا. انا مبسوط ان ده هدفك. فبرضو لازم برضو يكون هدفك انك انت تحاول انك تخرج باكبر قدر من الحسنات، انك انت تبقى
تحاول انك تثاب على قدر ما تقدر، انك انت تجازى خير، انك تعمل حاجات خير كتير على قد ما تقدر. ف يعني انت خدت اقتصاد متهيألي وعارف انك انت كل حاجة بيبقى ليها تمن، بس انت اكتشفت برضو ان مش شرط كل حاجة بيبقى ليها تمن. الحاجة دي مش شرط انها تكون فلوس، التمن مش هيكون فلوس، بالعكس الفلوس دي بتبقى اقل تمن انت ممكن تدفعه. في حاجات مهم، في حاجات اهم زي الوقت، زي المجهود، زي الطاقة، في حاجات اهم بكتير. فانت عشان تعرف انك انت تلقى يعني اجر عظيم في الاخرة، ويكون ليك مكان جميل في الاخرة باذن الله، وبرضه تكون عايش عيشة يسيرة. يعني برضه خلي بالك انك انت في الدنيا دي يعني مش لا يتنافى، الدنيا لا تتنافى انك تعيش في الدنيا مبسوط وحياتك كويسة يسيرة وليست عسيرة، لا تتنافى اطلاقا مع انك انت ايه، برضو انك انت تضمن الاخره، وانك انت برضو يكون ايه حياتك ايه كويسه في الاخره، تمام، انك انت يعني باذن الله يكون فاهم ليك مكان في الجنه وكده، فاهم. بس لازم الاول في المرتبه الاولى تاتي الاخره وليست الدنيا، عشان دنيتك تكون كويسه. بس لو انت يعني الدنيا كنت مركز عليها قوي قوي وفضلتها قوي اكتر، فاهمني، على الاخره انت ممكن تتوه، ممكن تتشتت. عشان كده انا بقولك على الحاجه دي، فاهم، انه الدنيا واسعه جدا، الدنيا اكتر مما انت اوسع مما انت متخيل. فالشرق والغرب والشمال والجنوب، وناس هنا هيصه وهنا زيطه وهنا زحمه وهنا مش عارف ايه. فلو انت سبت نفسك انت ممكن تنسى انت كنت موجود ليه، او انت ايه. فدايما عايزك تفتكر ان الهدف الاسمى بالنسبه لك والهدف الاعظم انت عايز تدخل الجنه، فاهم، وانا عايز ادخل الجنه. فادعي لي يا رب نبقى مع بعض في الجنه باذن الله بعد عمر طويل مليان بالحسنات والسعاده والنجاح. زي ما قلت لك، مش معنى انك انت فكر انا عايز ادخل الجنه فخلاص، فاهمني، الدنيا بقى خلاص، فاهم. لا بالعكس، الدنيا هتبقى هتركز فيها كويس جدا، لان هي دي ورقه الامتحان بتاعتك، فاهم. انت عشان خاطر تجيب مجموع كويس يقولوا عليك انك انت جبت 100%، فانت بالتالي بتكون قفلت ورقة الامتحان وعملت فيها كويس، حليت فيها كويس جدا، فاهم. فعشان تعرف انك انت تحصل على هذا المجموع لازم انك تكون حليت كويس في الورقة، صح ولا أنا غلطان؟ فهي ورقة هي الدنيا. فانت لو انت يعني لو انت فعلا ركزت انك انت عايز تجيب اعلى مجموع، وعايز تبقى في الاخرة تبقى من يعني من متسابقون باذن الله في اعلى الدرجات، فيبقى لازم انك انت في الدنيا تحل كويس وتركز كويس، ما تضيعش اي لحظه، ما تعيشهاش، ما تعيش حياتك غلط، تعيشها صح، فاهم. بس فمن ضمن برضو اكتر الحاجات اللي هتساعدك او اللي هتخليك فعلا انك انت يعني توصل اكتر لهدفك ده او لحلمك او انك انت تبقى في الفردوس الاعلى باذن الله، هو المذاكره بتاعتك او الدراسه بتاعتك. انت عندك 4 سنين، وبعدين الدراسه بتاعتك هي الشغل بتاعك، فاهم، هي حاجه تشغلك، هي الحاجه اللي انت بتشتغلها، الحاجه اللي انت بتقضي فيها معظم وقتك حرفيا. انا حاسس بيك والله، انا كنت مكانك، فاهم، ولغايه دلوقتي في مكان. يعني فاهم، واحد عايز يتخرج بس برضه ادعي لي معاك اتخرج يا رب على خير. فاللي بتكلم فيه اللي هو يعني انا كنت في انا في المعضله دي من زمان. انت دلوقتي اول ترم ممكن تكون اتسحلت شويه، رحت هنا جيت هنا محاضرات هنا مش عارف ايه بتاع كذا كذا من كام لكام مش عارف ايه بتاع كده، فاهم. بس انا برضو بس انا في الموضوع ده من زمان، فانا حاسس بيك وفاهم انت بتفكر في ايه وايه اللي انت مريت بيه. بس بقول لك انسب حاجه انك انت تستمتع بهذه الرحلة ممكن تكون صعبة، بس انت تستمتع بيها، وتستمتع بيها انك انت تؤديها باحسن طريقة ممكنة. اللي هو اوكي انا هتعب كتير جدا، بس ما اتعب، بس خلي تعبي ده لوجه الله، يكون نيتي لوجه الله. فانا كده استثمرت في الدنيا وفي الاخرة، ان انا هتعب في الدنيا واعمل اللي عليا في المذاكرة وكده، وباذن الله ربنا هيثاب على هذا العمل والمجهود، فاهم قصدي. فانت اكتر حاجه بجد ممكن تساعدك انك انت تحصل على حسنات، تبقى راضي عن نفسك اكتر، تحس كان انا عملت برضه، انا عمال اللي عليا، انك انت في مذاكرتك وفي شغلك اللي هو الكليه دلوقتي انك انت تعمل احسن حاجه ممكنه. هو بجد انت تذاكر كل لحظه، كل اللي انت عارف، فاهمني، ان 4 سنين دول هم 8 ترمات، 8 ترمات 50 ماده، 50 ماده آه متقسمين لغايه عدد معين من المحاضرات. المحاضرات دي في عدد معين من الاسابيع دي بتبقى مكونه من عدد معين من الساعات. فكل دقيقه، كل ثانيه، كل لحظه من حياتك بتبني عليها لحظه تانية، هي زي عماره. فارجوك فاهم ابني العماره دي على اساس كويس،
ما تجيش فاهمني وتتكاسل في جزء محاضراتك تحضرها، والمنهج بتاعك تذاكره كويس، سلايدز او كتاب، شيتس، ريفيجنز، تحل فاهمني، تذاكر، تسال الدكتور، تحضر، تحاول تعمل اللي عليك. ايوه انا عارف انت كان ما بتبقالكش تقريبا ايام الخميس والجمعه والسبت تقريبا، الخميس والجمعه برضه بتحس انك انت محتاج تذاكر فيهم لانك انت بتنسى المحاضرات في في الاجازه، في قصدي في الدراسه في الاسبوع العادي 5 ايام. فانا عارف، بس انت لازم بقى تفهمني ده، يعني ده الثمن بقى اللي بدفعه. انت تحس ان انا بعمل مجهود كبير قوي عشان خاطر انا باذن الله سالاقى فهمني ايه، اسمه ده سالاقى يعني باذن الله جزاء كبير. لكن انت لو ما تعبتش انت لازم تقلق، فاهم؟ انا لو انا ما تعبتش لازم تقلق وقتها. بس فالموضوع عامل زي انك انا مثلا بقول لك انت نفسك في الحاجه دي، تقول لي اقول لك طب هات كل الفلوس اللي معاك، فانت تطلع الفلوس اللي معاك لغايه ايه؟ لغايه لما تقوم مفضي جيبك، فاهم؟ لغايه لما جيبك ده ما يبقاش فيه ولا مليم. فاللي هو انا ده كل اللي معايا. نفس الشيء برضو حاول تبذل مجهودك فاهمني، يبقى كل لوجه الله، ده كل اللي قدرت عليه، ما تحسش انك انت مقصر. فهذا بالنسبه لي اهم حاجه. اما بقى بالنسبه للتساؤلات اللي انا كنت جاي ان انا اجاوب عليها، فخلونا ان احنا ايه، نبدا ان احنا يعني نجاوب عليهم. بس فانا اتمنى تدعيلي معاك دعوه حلوه، تدعي ان انا يعني ربنا يهديني ان انا اكون في يعني في الجنه باذن الله بعد عمر طويل. يعني فاهم، عايز اكون حد كويس. بس في يوم من الايام أنا مش هكون موجود، فاهم؟ الفيديو ده ممكن هيفضل موجود، فاهم؟ والله اعلم اصلا مين هيشوفه، بس هو غالبا فاهم هيشوفه 500 حد 600 حد وبس، فاهم يعني؟ فاللي هو انا كنت موجود هنا في الدنيا دي وبحاول اعمل حاجه كويسه، فاهم؟ بس فبديلي معاك دعوه حلوه. ودلوقتي اهم سؤال عندنا عايزين نجاوب عليه هو النتيجه هتظهر امتى؟ النتيجه هتظهر وقت ما تظهر. انا بالنسبه لي ده هو المنطق، فاهم؟ بس فعلا لو انتوا عايزين يوم او كده، انا بالنسبه لي من وجهه نظري النتيجه هتظهر يوم الخميس 6/2/2025. طب افترض ظهرت يوم 1 يوم 2 يوم 3 شهر فبراير، هنعمل ايه؟ ما تظهر المشكله يا سيدي، انا كنت غلطان، فاهم؟ يعني انا ما عنديش مشكله عادي ان انا اغلط في توقعي، فاهم؟ يعني عادي، يعني مش بتوقع كاس العالم يعني. يعني عادي ال اسمه ده بتوع الكوره وبتوع البلوجرز واللي بيعملوا فيديوهات عن الكوره بيقعدوا يتوقعوا كتير وبيغلطوا في توقعاتهم عادي عن الكوره وبتاع. فانا بتوقع النتيجه مش مشكله عادي، ممكن اغلط ممكن اصيب. بس انا بالنسبه لي انا حاسس انها تطلع يوم الخميس. ليه هتطلع يوم الخميس؟ لان هي السنه اللي فاتت برضه يوم الخميس وكانت الدراسه يوم السبت او الحد. تمام. هتقولي طب ما هو التسجيل بتاع الناس بتقول التسجيل بتاع المواد هيبقى يوم الاثنين، فهي ممكن تنزل يوم الاحد، هكذا هكذا. هقول لك يا ريت، يعني ايه المشكله؟ بس انا بالنسبه لي هي مش يعني حاسس انها مش تنزل الايام دي، هي هتنزل يوم الخميس، فاهم؟ واحسن انك تفكر انها تنزل يوم الخميس. ليه؟ لان انا بالنسبه لي انا شايف انه الشيطان هو اللي بيخليك تتوتر، هو اللي عمال يوسوس لك، هو اللي يخليك قاعد مش على بعضك. ليه؟ لان هو الشيطان عايزك تعمل كل حاجه مش في محلها. هو عايزك انك انت ما تذاكرش في وقت المذاكره، وانك انت تهتم بالمذاكره وبالنتيجه وبالدراسه وقت الاجازه. انا مؤمن جدا بانك انت في الدراسه لازم انك انت تجتهد تعمل عليك جدا، وقت الراحه والمتعه لازم انك انت تكون مستريح وتستمتع. مفيش حاجه اسمها اسمه ايه ده ان انا اخلط الامور ببعض، او ان انا فاهمني وقت الاجازه او كده ان انا ان انا ما استمتعش، ان انا ما احاولش ان انا استريح، فاهم؟ بس فاستريح، انبسط عشان خاطر وقت النتيجه تعرف تظهر تبقى تعرف تواجهها. لكن مش تقول انا ضيعت بقى كل الاجازه عشان خاطر عشان خاطر النتيجه. يا سلام، طب ما كده ظاهره. انا اصلا اكتر شخص يعني من وجهه نظري ان انا المفروض اكون عده عوامل اكون انا عشان النتيجه، بس انا قلقت عليها وقعدت افكر في النتيجه. ما انا مش هعمل فيديو ده، ما انا مش هعمل حاجات كتير قوي، فاهم؟ في الاجازه. بس انت لازم انك انت تهتم بانك انت تركز على الاجازه لغايه لما تيجي تظهر، لان النتيجه كده تظهر، فاهم؟ هتعمل ايه لما تظهر؟ يبقى شوف بقى هتعمل ايه، فاهم؟ بس وانا هقول لك دلوقتي لما تيجي تظهر برضه تعمل ايه، لان في حاجات كتير قوي انا كنت عايز اعرفها في اول ترم ليا او في اول سنه ليا، وانا قلقان عليكم جدا وبحبكم ونفسي اشوفكم في احسن حال. فمش عايزكم انتوا في حاجات هتكلم عنها دلوقتي، مش عايزكم ان انتوا يعني تبقوش عارفينها، فاهم؟ من ضمنها حوار انا مثلا المصاريف. ده السؤال التاني اللي انا كنت عايز اجاوب عليه. انا دلوقتي ما دفعتش مصاريف، هعرف النتيجه؟ فاحنا خلاص احنا اتفقنا ان خلاص النتيجه تظهر ما تظهر، فاستمتع بالاجازه ما توقع منها. النتيجه ظهرت بقى، انا مثلا ما دفعتش مصاريف. بص انت لازم طبعا تحاول تدفعها في اقرب وقت ممكن، بس نفترض انك انت كان عندك ظروف او ايا كان، ايه اللي هيحصل؟ عادي، انت مش هينفع تعرف نتيجتك
بالظبط ايه، ولكن هتقدر انك تعرف اذا كنت ناجح في المواد ولا ساقط في ماده او كده، فاهم؟ وباذن الله تبقى ناجح في كله وجايب كله امتياز باذن الله يعني. آم، فانت هتبعت ايميل للساعات المعتمده، مش محتاج انك انت تروح لهم وقت ما تيجي تظهر. هتبعت لهم تقول لهم انا الموقع بتاعي مغلق، فانا محتاج ان اعرف بس هل مواد انا نجحت فيها، هل في مواد انا سقطت فيها ولا لا. بس فانت مجرد ما انت تعرف انا نجحت في الماده، انت خلاص عرفت انا هعمل ايه، فاهم؟ لان انت مش مهم دلوقتي انك تعرف انا جبت كام في الماده، انت اهم حاجه جبت دلوقتي ايه، تسيستم نفسك ان انا هعمل ايه الترم الجاي، فاهم قصدي؟ كده كده انت مش محتاج تعرف نتيجه اي ماده غير بس الاقتصاد الكل، انك تكون جايب مثلا عايز تخصص فيه اقتصاد، فتبقى ايه، انا عايز انا اعرف ان انا ايه جايب فيه فوق السي ماينس او فوق قصدي الدي، يعني تكون جايب سي ماينس فيما فوق. تمام. وعادي دي برضه حلها عادي، برضه امرها محلول عادي، فاهم؟ لو انت ايه اخدت اقتصاد في السمر الكلي عادي وحسنته جدا، يعني عادي جدا وحاجه كويسه جدا ومش هتاثر بالعكس، فاهم؟ فانت دلوقتي ايه، هتقدر تعرف نتيجتك انك انت ناجح اصلا لو انت ما دفعتش مصاريف. فدي نقطه فلازم تعرفها، لان انا ما كنتش برضو حاجه دي ما كنتش عارفها. يعني هم هيقفلوا الموقع بتاعك بتاع الساعات المعتمده ف قبل النتيجه، وهيفتحوه لو انت دافع المصاريف، لو انت مش دافعها فيفضل مقفول، فانت تبعت لهم وهتعرف ايه عشان تبقى برضه تعرف تسجل مواد. اما بقى بالنسبه اعمل ايه لو انا شلت ماده، فاحنا هنجاوب على السؤال ده بجد. مش هقولك انت لو شلت ماده عادي والدنيا كويسه هي الدنيا كويسه كل حاجه طبعا تمام طول ما انت عايش ولسه في امل، فاهم؟ يعني طالما انت لم تفقد الجنه، وطالما يعني النار ما كتبتش عليك، فانت ما خسرتش حاجه، فاهم؟ بس برضو لازم نبقى عارفين الدنيا تبقى ماشيه ازاي. اوكي. احنا دلوقتي عندنا زي ما شرحت لك في الفيديو بتاع المواد بتاع الترم الاول، اللي نزلته في الترم الاول، عندنا مواد عندنا تقريبا هم كانوا كام؟ كانوا 12، كانوا 7 1 2 3 4 5 كانوا 17 ماده، ايوه بمعدل 41 ساعه. تمام. ال 17 ماده دول انت بتاخد منهم ايه 6 مواد او 7 مواد، في حدود انت يعني انت اقصى حاجه ممكن تاخدها في الترم بيبقى كام؟ بيبقى 19 ساعه. تمام. فانت 19 ساعه دول اسمه ايه ده، يعني ممكن عادي تكون خدت منهم، يعني ممكن عادي تكون خدت مثلا 18، خدت 17، فاهمني؟ فعادي يعني مش مشكله، حاجه في الرينج ده من 16 لغايه ايه، لغايه 19 ساعه، او من 17 لغايه 19 ساعه، حاجه في الرينج ده. فانت خدت 6 مواد على الاقل او 7. لو 6 مواد مثلا فانت خدت ايه 5 مواد مثلا ايه 3 ساعات مثلا وماده مثلا بساعتين مثلا. لو انت خدت 7 مواد فانت ايه خدت مثلا برضو نفس الشيء، بس بالاضافه ليهم مثلا ممكن تكون ايه اخدت ماده مدتها ساعه، يعني زي مثلا التفكير النقدي ممكن تكون اخدته. فانت روح شوف الفيديو بتاع ماده السنه الاولى عشان تعرف اكتر. بس دلوقتي احنا بنتكلم فيه هنعمل ايه دلوقتي. انت دلوقتي الماده الاقتصاد الكلي عندنا اول ماده بتنزل ايه في الترم الاولاني، انت كنت تاخدها في الترم الاولاني. الماده دي ما تنزلش الترم الثاني، ممكن تحصل استثناء وتنزل عادي الترم الثاني، بس المتعارف عليه ان انا عمري ما شفتها نزل ترم تاني. تمام. الاقتصاد الجزئي نزلت الترم الاولاني السنه دي، تمام، كاستثناء اول مره تحصل، بس الطبيعي انها برضه ما بتنزلش برضه ترم اولاني. فالاقتصاد الكلي والجزئي ما بينزلوش في غير ميعادهم. تمام. الاقتصاد الكلي ما بتفتحش الاقتصاد الجزئي، بس الاثنين مرتبطين ببعض عشان خاطر تتخصص اقتصاد مع الرياضه. لازم ما تكونش شلت الاقتصاد الكلي لو انت عايز انك انت ايه تتخصص اقتصاد. طب انا دلوقتي شلت الاقتصاد الكلي، يبقى انت مش هينفع تتخصص اقتصاد. تمام. لازم نواجه الموضوع ده. عندك احصاء وعندك علوم سياسيه. بس انا بالنسبه لي يعني فاهم، انا شايف انها ممكن تكون علامه كويسه مش علامه وحشه، فاهم؟ ان انا مش خاص اقتصاد خلاص مستلا عادي، يبقى خده ماينر مفيش اي مشكله، ينفع تاخده عادي تخصص فرعي. وايه شوف يمكن الاحصاء تكون احسن ليك، يكون علوم السياسيه احسن ليك، براحتك، فاهم؟ تخصص الاحصاء كويسه برضو. انا بالنسبه لي شايف الاحصاء كويسه جدا، والاقتصاد برضو كويس جدا، فاللي هو يعني عادي، فاهم؟ لا قدر الله. فانت مثلا شلت الاقتصاد الكلي هتعمل ايه؟ هتاخد الاقتصاد الجزئي الترم الثاني عادي جدا، والاقتصاد الكلي هتاخده ايه في السمر كورس. تمام. طب انا شلت من بدل العلوم السياسيه واحد لا قدر الله، هتعمل ايه بدل العلوم السياسيه واحد؟ لو انت لا قدر الله رصدت فيها، لازم تتاكد انك انت الجدول بتاعك الترم الثاني نازل في بدل العلوم السياسيه واحد. طب انا دلوقتي بدل العلوم السياسيه واحد تفتح بدل العلوم السياسيه اثنين، انا هعمل ايه؟ كل اللي هتعمله بمنتهى البساطه انك انت بدل العلوم السياسيه اثنين هتاخدها في السمر كورس. السمر كورس بيبقى اللي هو الصيف، يعني بيبقى اكتر، بيبقى انت ممكن تاخد مادتين يعني اقصى حاجه 6 ساعات، فاهم؟ بس مفيش مواد بتنزل ساعه او ساعتين في السمر كورس، فهم كلها مواد 3 ساعات. فانت ممكن تاخد مادتين اكتر حاجه في السمر كورس، فانت ممكن تاخد مبادره العلوم السياسيه عادي 2 في السمر كورس بتنزل، والمبادره العلوم السياسيه واحد بتنزل عادي الترم الثاني عادي، فاهم؟ فانت لازم تتاكد ما تجيش، مش عايز حد يجي يقول لي لا قدر مثلا شفت في مبادره العلوم السياسيه واحد وما خدتهاش في الترم الثاني، يا لهوي
طب انت كده هتاخدها لسه الترم الاولاني السنه الجايه، او تاخد في السمر كورس قصدي يا ربي، كده هتاخد مدى علوم سياسيه في السمر كورس، تاخد مدى علوم سياسيه. طب ليه مثلا؟ يعني انت افتراضا مثلا عايز تخصص علوم سياسيه، فعايز تخصص مع دفعتك فمش هتتاخر، فاهم؟ انت تاخد بس في السمر كورس، فاهم؟ طب بدل احصاء واحد، بدل احصاء واحد مثلا انا هي برضه مرتبطه بمدى احصاء اتنين، مش هينفع تاخد مبادئ الاحصاء 2 من غير ما تكون اخدت مبادئ الاحصاء واحد. طيب هنعمل ايه لو انت قدر رشة مبادئ الاحصاء واحد؟ برضه مبادئ الاحصاء واحد بتنزل برضه الترم الثاني عادي جدا. وعلى فكره مبادئ العلوم السياسيه 2 بتنزل برضه الترم الاولاني، فانت مثلا لو ما عندكش المقدره انك تنزل سمر كورس فعادي ممكن تنزل مبادئ العلوم السياسيه 2 في الترم الاولاني، فاهم؟ ونفس الشيء برضه مبادئ الاحصاء برضه تنزل 2 بتنزل الترم الاولاني. فانت برضه لا قدر الله لو انت شلت مبادئ الاحصاء واحد، تمام، هتاخد مثلا مبادئ الاحصاء لازم تتاكد ان انا نازل لك الجدول في الترم الثاني، تمام، وتاخد المبادئ الاحصاء في السمر كورس او تاخدها في الترم الاولاني. طيب دول المواد الاساسيه، الست مواد اللي انت لازم تتاكد انك انت اخدتهم او انك انت ماشي فيهم صح، تمام. فاتاكد ان الجدول بتاعك الترم الجاي نازل فيه مبادئ اقتصاد جزئي، مبادئ علوم سياسيه 2، مبادئ احصاء 2، او نازل فيه مبادئ اقتصاد جزئي، ولو انت مثلا لا قدر الله ما عدتش علوم سياسيه واحد او احصاء واحد يكون نازل فيهم احصاء واحد وعلوم سياسيه واحد، فاهم قصدي؟ دول الاساسيين. طيب نفترض مثلا ان انا رسبت في ماده تانية مثلا لا قدر الله، مثلا الرياضيات او ال مثلا ريدنج اس اس سي 1، الاداره، القانون مثلا، دول مثلا تعملهم في مواد زي ما قلت لك انك انت المواد دي هي مسؤوله عن التخصص بتاعك، زي زي القانون، زي الرياضه، وزي الاس اس سي. فدول انت تتاكد انك انت مخلصهم قبل ما قبل سنه تانية، فدول لازم انك تحاول انك انت تاخدهم في اسرع وقت ممكن. يعني يستحسن برضه تاخدهم في الترم الثاني. عايز تاخدهم سمر كورس عادي، اللي بينزل سمر كورس يعني برضه بدل الرياضه تنزل سمر كورس، بس الاداره ما بتنزلش. الاداره اصلا مش قصدي، الرياضه بتنزل برضه سمر كورس، المبادئ القانون هي اللي ما بتنزلش سمر كورس. فلازم تاخد بدء القانون الترم الثاني ارجوك عشان لو عايز تخصص علوم سياسيه، تمام. بس الاس اس تي مثلا 1 انت مثلا رسبت فيها اول ترم، ما تاخدها الترم الثاني، يعني تنزل ترمين عادي، هتاخدها مع بقيه الناس اللي هم يعني انت اصلا كنتوا انتوا متقسمين تراكات، اوكي، او جداول، فاهمني؟ فانت كان في نص الدفعه كانوا بياخدوا اس اس سي 1، نص الثاني ما كانوش بياخدوا اس اس سي 1، كانوا مثلا بياخدوا اداره. فاللي كان بياخدوا اداره هياخدوا الترم الجاي اداره عامه، اللي كانوا بياخدوا اس اس سي 1 هياخدوا الترم الثاني اس اس سي 2، واللي كانوا بياخدوا اداره هياخدوا اداره عامه معاها اس اس سي 1، واللي كانوا بياخدوا مثلا فاهمني اس اس سي 1 وهياخدوا الترم الثاني اس اس سي 2 ومعاها مثلا اداره، فاهم قصدي ولا؟ يعني يبقى ترجم الكلام اللي بقوله. فاللي بتكلم فيه انك انت عادي هتلاقي نص الدفعه برضو لسه ما خدتش الاس اس سي، فاهم؟ فانت هتكون مثلا تاخده مثلا مع النص التاني، مع الناس اللي نازله جدولهم مع فيها اس اس سي 1 مثلا، فاهم؟ نفس الشيء برضو مع الرياضه، برضه هي بتنزل برضه الترمين، وهي ماده برضه، فاهم؟ زيها زي الاس اس سي، زي الريدنج، زي القانون، كلهم مواد فرعيه، مش فرعيه بس مش هي اللي مش يعني تنزل كل ترم عادي، ومش هي اللي هتوقف لك فاهمني حياتك، فاهم؟ بس لو انت عايز تتخصص فلازم انك تحاول تاخد الحاجات اللي انت تناسب مع القسم اللي انت عايز تخصصه. الريدنج ما تنزلش برضه سمر كورس، اوكي، التفكير النقدي ما تنزلش سمر كورس. بس بجد مين هيشيل تفكير نقدي؟ يعني مين هيشيل تفكير نقدي؟ مش فاهم. بس يعني ده هو دي هي الخلاصه، فاهم؟ انك انت لو لا قدر الله رحت في ماده لازم تتاكد ان المواد الاساسيه او المهمه الرئيسيه اللي هم الثلاثه دول، اللي هم الاقتصاد والاحصاء والسياسه، اللي هم نازلين نازلين ترم تاني في جدولك، تمام. والترم التاني مثلا لو انت في ناس مثلا هتكون يعني انت مثلا بص كده، انا مثلا مثلا واحد مثلا لا قدر الله مثلا جاي الاحصاء واحد، بالتالي هي هتترحل، بدل ما ياخد احصاء 2 في الترم التاني هيقوم هيوقعت اصلا هيقوم تترحل للترم التاني، فاهم؟ بس هو مثلا كان واخد الرياضيات، واخد قراءات اللغه الاوروبيه واس اس سي 1 في الترم الاولاني، الترم التاني مثلا هيقوم واخد مواد تانية مثلا اداره، قانون، اس اس سي 2، فاهم قصدي؟ واحد مثلا كان واخد مثلا الترم الاولاني اداره مثلا، هنا مثلا هيقوم واخد الترم التاني مثلا اداره عامه، فاهم؟ وقعت برضو. المهم انت فهمت الجزئيه دي كويس جدا، يعني اعتقد انت كده فهمت الجزئيه دي. فين الاحصاء؟ انك انت هتبقى، هل انا مثلا خدت مثلا اداره مثلا مبادئ اداره مثلا الترم الاولاني، هل لازم اخد لازم اخد اداره عامه الترم الثاني؟ هقول لك لا، عادي، انت ممكن تختار انك انت تبدلها وتاخد مثلا مكانها مثلا ماده ثانيه، مثلا الاداره العامه ممكن تاخدها عادي، انت كده زي ما انا فهمتك ان في شويه مواد تتبقى لك عادي في سنه ثانيه، دي حاجه يعني طبيعيه جدا، يعني زي ما انت شايف كده في الجدول او كده،
انك انت في الاول والاخر هيتبقى لك بتاع حوالي 5 مواد هتاخدهم ايه على مدار الترمين بتوع سنه تانية. يعني انت بعد ما تخلص الترم اول سنه اولى، ترم تاني سنه اولى، في الترم الاولاني بتاع سنه تانية هتاخد مثلا مواد من ضمن اللي مكتوب في سنه أولى. مثلا يا اما هتاخد اداره عامه، يا اما هتاخد اس اس سي 2، يا اما مثلا ممكن تاخد رياضيات اعمال، دي ماده برضو. ممكن مثلا تاخد نظام اقتصادي مصري، تمام. ممكن تاخد تفكير نقدي لو انت ما خدتهوش. ممكن تاخد نظام سياسي مصري. النظام السياسي المصري ما ينفعش تاخده غير لما تكون نجحت في السياسه 2. فانت ده اصلا هي ماده مقيده انها يعني مكتوب انها سنه اولى، بس انت ما ينفعش تاخدها غير وانت خلاص سياسه 2، فبالتالي تاخدها في سنه تانية. اوكي. فالماده دي ايه بعيد عننا. النظام الاقتصادي المصري ممكن تاخده السنه الجايه عادي، وممكن تاخده الترم الجاي برضه، هي ماده بساعه، تمام. فعلى حسب، فاهم انا قصدي؟ يعني عادي على حسب انت، يعني انت عادي ممكن تبدل. لو في ماده مثلا انت مش، مثلا انا مثلا نزل لي ريدنج مثلا، الريدنج مثلا دي انا ايه مش عايز اخدها مثلا الترم التاني مثلا، فاهم؟ عايز اخد، ممكن عادي مبدلها بماده تانية. هتقولي هو ينفع الريدنج ما اخدهاش السنه اولى؟ هقول لك ينفع، فاهم، بس هتاخدها بعد كده مع سنه اولى. هتاخدها يعني انت في سنه تانية هتاخدها مع سنه اولى، فمستحسن انك تخلصها. طب مثلا لا قدر الله انا شلت ريدنج مثلا، يعني هل لازم ان انا اقوم اخدها في الترم التاني مثلا؟ لا، هقول لك لا مش لازم، عادي ممكن اصلا تسيبها لغايه سنه رابعه بس، فاهم؟ يعني خلص اول باول، فاهم؟ ما انصحكش ان انت تعمل حاجه زي كده. بس اتمنى انك تكون فهمت يعني لو في عندك اي سؤال انا موجود يعني. بس يعني انت فاهم، انت المواد اللي انت خلاص خدتها في الترم الاولاني مش هتاخدها في الترم التاني، هتاخد مواد تانية، فاهمني؟ في الترم التاني هكذا، فاهم؟ مثلا شلت ماده، الماده دي تطرحها للترم التاني، فاهم؟ تطرحها للترم التاني والماده اللي انت ترحلت دي هتاخدها في السمر كورس مثلا او في الترم الاولاني. هتقولي طب لو انا قررت ان انا اخدها في الترم الاولاني، عشان ده سؤال برضو بتاع سنه تانية، انا وقتها هل يا ترى هتبقى مواد زياده؟ يعني مثلا هكون ممكن سنه واخد 6 ساعات، 6 مواد قصدي، بمعادله 18 ساعه، وماخد معاهم ماده انا شايلها ب 21 ساعه. ده سؤال كويس، بس الاجابه بتاعته يعني هي متهيألي منطقيه، انه لا عادي انت هتاخدها عادي كانها ماده عادي. هتقولي طب والمواد اللي انا هتاخرني نتيجه ان انا اصلا شلت مواد، فاهم؟ المواد اللي انا اترحلت بعد كده دي هاخدها فين؟ هقول لك هتاخدها في الترم اللي بعدها او الترم اللي بعد اللي بعدها. هتقولي طب وبعد كده؟ هقول لك انت هتوصل انك انت وقت ما تيجي تتخرج انك انت تكون مثلا متاخر ماده او مادتين، فاهم قصدي؟ فانا ما انصحش بحاجه زي كده. انا انصح انك انت تحاول تنزل سمر كورس يعني عشان خاطر انك انت تخلص اول باول، او لو جت على قد ماده، فانت بنسبه كبيره في اخر ترم ليك في سنه رابعه بيبقى في عندك سبيس او مساحه 3 ساعات او 4 ساعات تقريبا. لكن انت لو انت حسبتها هتلاقي انه هتلاقي انك انت محتاج 142 ساعه عشان تتخرج، و 142 ساعه لو انت قسمتهم على 8 هتلاقي هتستنتج انك انت محتاج تاخد كل ترم 17 ساعة مع ترمين تاخد فيهم 18 ساعة، صح؟ او العكس، كل ترم تاخد فيه 18 ساعة مع ترمين تاخد فيهم 17 ساعة. فاللي بتكلم فيه انك انت هتلاقي نفسك في ترم في الاخر، لو انت كنت ماشي صح كل ترم تاخد فيه 18 ساعه، تلاقي مثلا في الاخر في ترم مثلا فاضلك 3 ساعات او 4 ساعات مثلا، معاك مثلا 17 ساعه فيه، فممكن او مثلا 16 ساعه فيه، حاجه زي كده، فاهم؟ فممكن يبقى عندك مساحه انك انت تاخد 3 ساعات زياده، فاهم؟ بس ما انصحش برضه انك انت تفضل على حروك كده. يعني لو انت في ماده تقدر تنزلها سمر كورس انزلها سمر كورس، فاهم؟ بس دي كانت حاجه كنت حابب ان انا اقول لو انا شلت ماده ايه اللي هيحصل. ده بالنسبه للتكنيكاليتي، او يعني احنا بنتكلم دلوقتي في في الكلام دلوقتي على اللي هيحصل فعلا. بس اللي بتكلم فيه انت ممكن يكون سؤالك انا دلوقتي واحد جاي من الاوائل، جاي من الثانويه العامه، جاي من ناس شاطرين، جاي من حاجات كويسه وبقى امجاد وحاجات بقى نجاحات وحاجات عظيمه وكل ده، بعد كده بقى شلت ماده. هل بقى انا كنت عايز اجيب تقدير؟ هل التقدير راح مني؟ هقول لك ارجع وشوف فيديو كنت منزله على القناه دي، كان اسمه ليه دفعه 2023 احسن، حظها افضل دفعه او احسن دفعه حظها كويس، يعني الدفعات الباقيه. هتلاقي انه التقدير بتاع الدفعات اتعدل بدايه من دفعه بتاع السنه اللي فاتت 2023. انتوا 2024 دلوقتي، ف نفس التقدير برضو اللي اتعدل السنه اللي فاتت ماشي عليكم، فاهم؟ فانا مثلا بالنسبه لي انا مثلا كمازن، لو انا مثلا يعني لا قدر الله شلت ماده او جيت مثلا فيها دي او مقبول او كده، انا خلاص الجي بي بتاعي في الارض، فاهمني؟ بالنسبه لي يعني مقارنه بيكم. بس لو انت مثلا جبت مقبول، جبت دي، جبت سي ماينس مثلا، انت هتلاقي انك انت
تقديرك ما تاثرش قوي، مش قوي فاهم، مش هينهار، لانك انت الدي كانت عندنا بواحد. يعني انت متخيل انك تكون جايب 60% في الماده او 60% في الماده وتكون جايب ايه واحد من اربعه، فانت جايب 25%. 25% يعتبر في الاخر النتيجه النهائيه انا جايب 25%، بس انت في الماده جايب 60%، انت ناجح. فدي كانت نقطة، بس هم عدلوا خلوا ان الدي او اقل درجة للنجاح هي 2 عادي، انك تكون جايب النص 50%، فاهم. فانا بالنسبة لي بشوف ناس تكون جايبة مثلا ديهات او سي ماينس او سي او كده، والاقيهم مثلا جايبين 2 و7 2 و6 2 و8 من 4. فانا بستغرب انتوا ازاي جايبين النتيجة دي؟ ده النتيجة دي انا لو انا كنت جايبها انا كنت واحد ونص من 4. فانت فاهم، انت فاهم الفرصة، انت فاهم بجد. انا حاسس ان انا هدمع، اللي هو انا يا بختكم فاهم. فاللي بتكلم فيه لا، في امل كبير جدا. هل مثلا انا مثلا اتحرمت من الامتياز؟ لا، انت اتحرمتش من الامتياز. ليه؟ لانك انت لسه عندك زي ما انت التقدير بتاعك عالي شويه، فانت بالنسبه لك الامتياز بيعتمد على انك انت تكون ايه، انك انت تكون كل السنين كنت جايب فيهم ما نقصتش درجات كتيره، مش ما جبت مش موضوع ان انا ايه جبت اعلى الدرجات. انت لازم تحاول انك انت ما تنقصش درجات في الكليه، مش ان انا اجيب اعلى الدرجات، لا ان انا ما انقصش. فانت بالنسبه لي فرصتك انك انت تجيب امتياز احسن بكتير من فرصه حد مثلا اكبر منك بسنتين او كده، فاهم ليه؟ لان هو ناقص كتير قوي، بس انت مش هتنقص القدر اللي انت ناقص، فانت تكون مثلا جايب 2.5 2 و8 مثلا نفترض مثلا، فاهم، 2 و2 2 و3. بس لو انت ناجح في كل ماده انت عمرك ما هتقل عن 2 من 4 في اول ترم، فاهمني؟ وانت ناجح فده كويس، لانك انت بعد كده لو انت شديت حيلك هتعرف انك تجيب امتياز عادي، تخرج بامتياز كتقدير عام عادي، لسه في امل. بس الترم التاني ما اضمنلكش، يعني ما اضمنلكش انك انت الترم التاني لو انت برضو استمريت جبت مقبول او جيد او كده، او سي ماينس او سي او سي بلس او كده، ما اضمنلكش انك انت تقدر انك انت تجيب بعد كده امتياز. بس اول ترم ده لا، لسه في امل. الحاجه الوحيده اللي ممكن تكون ضاعت شويه او اثرت شويه انك انت ممكن تكون تترتب على الدفعه، لو انت ايه كنت يعني بوظت الدنيا شويه، فاهم. بس يعني عادي، انت برضه انا مثلا كنت نفسي ابقى دكتور وحلمي ابقى دكتور، ودخلت الكليه ابقى دكتور، فاول ترم الدنيا فاهمني ضربت مني. فايه بقى خلاص بقى ما يبقاش بقى حياتي بقى خلاص يا معنى، خلاص يا عيني بقى وعيش بقى جو الصعبانيات ده. فوق خلاص، هقول لك فوق فوق ارجع، هرجع تاني واقول لك فوق. زي ما انت هدفك الاول انك تدخل الجنه، فانك انت اكبر قدر من المجهود في الدنيا تتعب في عملك كويس جدا، فاهم. فهو المقام الاول بتاعك ايه؟ ان انا اتعب كويس جدا، فاهم، اتعب واعمل اللي عليا. فانت الترم الجاي هتعمل وتتعب وتعمل اللي عليك، والترم اللي بعده والترم اللي بعده، لان ربنا انت عايز ربنا يكرمك، مش مجرد بس هبقى دكتور. انت الله اعلم كنت دكتور مثلا، دي ممكن حاجه فاهمني ده بالنسبه لك مش كويسه، فاهم، وربنا مش لك حاجه زي كده. بس هرجع اقول لك لا، انك تقدر تعدي دكتور حتى لو انت ايه ليصت الدنيا شويه في الترم الاولاني. هتقول لي ازاي؟ هقول لك فعلا تقدر تعمل دراسات عليا ماجستير ودكتوراه، تبقى اسمك دكتور، تتعين في جامعه خاصه، الله اعلم، فاهم، ممكن تبقى حاجه احسن، فاهم، ممكن تبقى فرصه احسن، ممكن تسافر بره في مليون حاجه تانية. فاللي بتكلم فيه يو دونت نو اللي هيقابلك في المستقبل يا معلم. فما تبقاش تفكيرك ضيق وجامد قوي كده. برضه حاجه برضه كنت بقولها لنفسي، فاهم، في اول ترم ليا، او اول سنه ليا، اللي هو خلاص يا معلم انت جبت درجه مثلا مش كويسه في ماده، خلاص يعني انا كنت داخل بقى على اساس بقى ايه، ان انا بقى عايز اقفل بقى كله واجيب بقى 100% زي الثانويه العامه 98 ونص ومش عارف ايه والجو ده، فاهم. هقول لك خلاص حصل مثلا وفي ماده جيت فيها دروب مثلا، هتعمل ايه؟ هتقولي طب لو انا مثلا مش المواد كلها في الترم ايه، ما بوظتش الدنيا في المواد كلها الترم، هي ماده مثلا جيت فيها دي، جيت فيها مقبول، جيت فيها جيد بتاع، هل انا اقدر اترتب على الدفعه؟ هل انا لسه اقدر؟ هقول لك بس لازم بعد كده تحاول انك انت ايه مت انك انت ما تنقصش درجات تاني، فاهم، لان زي ما قلت لك الموضوع انا محتاج نفس طويل. فالله اعلم فاهمني، على مدار 4 سنين ممكن تحاول ما تنقصش درجه، او مثلا تحاول انك انت ما تنزلش عن الايه، فاهم. وتلاقي مثلا حد تاني مثلا ايه كان بينافسك، او مثلا ايه او نفس الرتبه او كده، تلاقي مثلا ايه بقى ايه مثلا جاب ايه ماينس، جاب بي بلس، ففاهم في مادتين 3 4، فاهم. انت مثلا في ماده كنت جيت فيها مثلا، او مادتين مثلا جيت فيهم مثلا سي بلس، فاهم. فالدنيا ايه ظبطت شويه، فبقيت انت ايه بنفس مجموع درجات. زي ما قلت لك الموضوع محتاج نفس طويل. فانا بالنسبه لي انت حتى لو انت لا قدر الله شلت المواد كلها في اول ترم لسه في امل. خلاص انت لسه تقدر تجيب امتياز. انت متخيل انك انت ممكن تكون شلت كل مواد في اول ترم ليك وتقدر تجيب امتياز؟ تقولي ليه؟ اقول لك لان انت لو انت بتيجي تاخد الماده تاني، لو انت مثلا جيت فيها اف هتيجي تاخدها تاني، هيبقى اعلى حاجه تجيبها كام؟ سي، تمام. السي دي
على ما اذكر يعني بمعدل 2.7 او 2.8 حاجه زي كده على ما اتذكر يعني، بس ممكن اكون غلط، بس يعني هي حاجه في الرينج ده. هقول لك برضو او 2 او 2 ونص، أنا مش فاكر والله، مش فاكر، بس او 2 مش فاكر، بس هنبقى نشوفها. المهم، فانت بعد كده بقى ممكن تبقى تحسن الماده دي كمان وتبقى تجيب فيها بي، اعلى حاجه بي، اللي هي بي دي اللي هي تقديرها آم، تقديرها 3 من 4. فانت تقدر انك تكون جايب 3 من 4 في الماده، جايب 75% من الماده. تمام، انت اصلا كنت شلتها. فانا بالنسبه لي انا شايف ان دي حاجه كويسه. ليه؟ لانك انت مش هتاثر قوي انت تقدر تعوض، فاهم؟ بس كان طبعا بسبب اللي انا شويه ان انا عايز اعوض واحسن والجو ده. انت ايا كانت النتيجه اللي انت عملتها الترم الاولاني، طالما ما شلتش مواد، خلاص هتاخد جدولك زي ما هو الترم التاني، تحاول تجيب فيه اعلى درجات. تمام، والترم الاولاني هت اسمه المده في الترم الاولاني دي تبقى تبقى مثلا تشوف مثلا عايز تحسنها، بس مش دلوقتي، في وقت تاني يعني. بس اللي بتكلم فيه انك تركز، بس اهم حاجه لو مثلا شلت مثلا مواد لا قدر الله وكده، تحاول تاخد المواد اللي انت شلتها زي ما فهمتك التركيبه، وت و واسمه ده وتركز بقى انك تجيب اعلى درجه، وهكذا وهكذا، فاهم؟ بس مش عايزك تركز في ان انا تبص لبعيد، فاهم؟ بس انا عايز اقول لك ان اول ترم الدنيا تمام، والدنيا يعني تقدر انك تجيب درجه كويسه، و ويعني في امل وكل الجو ده بجد صدقني يعني. انت اصلا لو حسبتها انت هتفكر كده، انت خدت كام؟ 6 مواد. انت عندك 50 ماده يا معلم في الكليه، 50 ماده. تمام، انت خدت 6. فلو انت حسبتها كده 50 في 2 بكام؟ ب100. 6 في 2 بكام؟ ب12. فانت ما خلصتش غير 12% من الكليه، فاهم؟ 12%. فلنفترض مثلا 12% دول انت جبت فيهم مثلا كام؟ جبت مثلا فيهم 6%، اللي هو انت نجحت على حركرك، جبت 2 من 4 نفترض مثلا، فاهم؟ فانت كده جايب كام؟ انت كده معاك كام؟ ضامن كام؟ ضامن او يعني ناقص كام؟ ناقص 6%. فانت كده جايب كام؟ جاب حوالي 94%. بس طبعا انت تحسش بالطريقه دي، بس انا يعني عشان بصراحه يعني ما يعني مش يعني مش عايز ارجع احسب بعد الموضوع عايز اعمل فيديو تاني انك تعرف تحسب مجموعك بالكامل، فاهمني طريقه ازاي؟ بس بتكلم فينا بديلك بالمنطق كده، فاهم؟ يعني انت مثلا افترض انك انت نقصت 5%، بس انت لسه فاضل 95%، فاهم؟ تقدر تحافظ عليهم. انت لسه ما خدتهمش، ومش ضامن اذا كنت هتقفلهم ولا لا، بس تفائل يعني، فاهمني؟ تفائل دايما، ودايما احسن النيه انه والظن في ان ربنا هيكرمك وانك هتقفل وتعمل اللي عليك وتعمل مجهود كبير، فاهمني؟ تحاول انك انت يعني تلاقي تلقى في الاخر يعني انك عائد كويس، فاهم؟ فاللي بتكلم فيه انك انت يعني مثلا نقص 6%، نقصت 5%، انت لسه فاضلك 95%. 95%، انت فاهم قصدي؟ انت فاهم ان نفترض انك شلت المواد كلها 12%، فانت فاضل لك حوالي 88% من الكليه، لسه المشوار طويل، فاهم؟ 88% فاضل لك لسه 7 ترمات. انت نقصت 1 مثلا من 8، بس انت لسه ممكن تجيب 7 من 8، فاهم قصدي؟ فمفيش لا الدنيا بقى جو الصعبانيات ده، لا انا الحياه بقت صعبه ومش عارف واعمل ومش عارف، لا الدنيا كويسه، تقدر تتخرج بامتياز. الامتياز من 90%. تمام، يعني او الامتياز يعني من 90% في الماده. انت عشان تجيب الماده عندك 100، عشان تجيب فيها امتياز تكون جبت فيها 90 درجه على الاقل. تمام، فنفترض انك انت قفلت معظم المواد مثلا، فاهم؟ وفي الاخر لقيت نفسك الترم الاولاني اللي انت كنت دخلت فيه الكليه عكيت فيه شويه، فالدنيا هتلاقي الدنيا ارتفعت، هتلاقي الترم الاولاني امره بقى اسهل شويه، فاهم؟ هتلاقي مش مؤثر قوي، فاهم؟ بس فبالنسبه لي انا شايف انه لا، في امل، لانه انا بقى في سؤال في امل وكده. آه فايوه، في امل كبير جدا، في امل كبير جدا 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 جدا، لغايه ما تتخيل. انت لسه عندش حاجه اصلا، فاهم؟ هو اول ترم. فنصيحتي ليك ما تزودش التيم بيلا، وتقعد بقى الترم التاني والتالت والرابع وهكذا، فاهم؟ وانت لو حسبنا بورقه قلم، فانت لا انت تقدر لو انت تحسن. خلي بالك انت تقدر تحسن 15 ساعه على مدار الكليه كلها، او 5 مواد على مدار الكليه كلها. فلنفترض انك انت عكيت في 5 مواد. اوكي، نفترض انك انت عكيت في 5 مواد مثلا، ومادة مثلا كنت حالتها كويس مثلا، فاهم؟ فانت تقدر تحسن ال5 مواد دول، تجيب فيهم 3 من 4 او بي، تقدير اللي هو بي، فاهم قصدي؟ فانت لسه بي ده اللي هو جيد مرتفع، مش جيد جدا بس جيد مرتفع.
وكويس 3 من 4 نوعا ما يعني. انا اصلا لما حد بيسالني تقديري يقول لي على تقديره او كده، انا بالنسبه لي بقول له ايه، طول ما انت فوق الثلاثه كويس. هتقولي طب ليش؟ هقول لك لانه المعايير بتختلف من كليه لكليه او من جامعه لجامعه، على مدار على مستوى العالم كله. فانت ممكن تلاقي مثلا جامعه مثلا تلاقي واحد جايب فيها 3 من 4 وتلاقيه جايب ايه، جيد جدا مثلا، فاهم؟ احنا عندنا 3 من 4 دي هي ايه، هي جيد، فاهم؟ جيد مرتفع يعني، جيد جدا من اول 3 من 2 كتقدير كلي. فاللي بتكلم فيه ايه، اللي بتكلم فيه انك انت عايز مثلا تحصل على منحه، عايز مثلا مثلا يعني يكون باين انك انت حد شاطر حد كويس، انت هتقول ان انا جايب 3 من 4، فاهم؟ انا بالنسبه لي 3 من 4 دي بالنسبه لناس كتير قوي في مجال التعليم او كده، هي مش وحشه، هي كويسه جدا، فاهم؟ فاللي بتكلم فيه انك انت تكون جايب في اول ترم كتقدير متوسط او كده، انك انت تقدير كلي قصدي، تكون جايب 3 من 4 او 3 مثلا 1 من 4 او كده، فاهم؟ كويس جدا. ده انا افترض جبت 3.8 3.7 اقول لك يا عم، ما قلت لك ابقى حسن بس مش دلوقتي يعني، ركز بس الاول هتتخصص ايه وسيستم حياتك، وبقى في ماده بعد كده انت عملت فيها دروب يبقى ايه احسنها. بس خلي بالك مش هينفع تحسن بعد كده مواد تاني يعني، خلاص انت هم 5 مواد، فانت لا قدر الله انت بوظت الدنيا في اول ترم، فاللي هو خلاص ثبت الدنيا، انا مش عايز اغلط اي غلطه تاني، هركز بقى كويس واحاول امشي صح 100% الترم التاني وبعد كده وسنه تانيه وثالثه ورابعه، عشان ايه الحاجات اللي انا غلطت فيها في الاول دي احاول انت تلاشيها. فانت ممكن تكون في اول ترم كنت انت افشل حد، بس ممكن فاهمني تلاقي نفسك على مدار بقى بعد كده سنه تانيه وثالثه بقيت من انجح الناس، او كدراسيا انت مفيش حاجه اسمها افشل وانجح، بس اللي بتكلم فيه انت فاهم قصدي يعني، فاهم؟ كدراسه يعني كدرجات او كده. بس زي ما قلت لك المجهود هو اهم حاجه، السعي هو اهم حاجه، الحسنات انت تاخدها على عملك هو دي اهم حاجه. بس فبالنسبه لي هو ده كان كل اللي كنت عايز اقوله. في امل، في امل مليون في الميه، ارجوك مش عايز الناس تقعد تكلمني اعمل ايه، هو انا هتخرج حد يجي يقول لي هو انا هتخرج مع دفعتي، يا حبيبي هتتخرج مع دفعتك، ايه المشكله؟ شلت ماده شلت مادتين شلت ثلاثه، هتتخرج مع دفعتي، هتخرج مع دفعتك، انزل سمر كورس بس خلاص هتخرج مع دفعتك. ممكن بس حد مثلا يقول لي انا مش عارف اتخصص الترم ده، هتخصص مثلا مش عارف اتخصص الترم الاولاني بتاع سنه ثانيه، هينفع ان انا اتخرج مع دفعتي؟ اقول لك خلاص. فبس محتاج انك تنزل السمر، محتاج انك تشد حيلك اكتر، فاهم؟ فاللي بتكلم فيه انت كل انت لسه في عندك فرصه، بس انت كل ما هتمشي شويه كل ما هتبدا ايه فرصتك انك تنجح او فرصتك تجيب درجه اعلى او تتخرج بمجموع احسن مجموع بتقل، فاهم؟ فانت دلوقتي لسه عندك فرصه كويسه جدا، فاهم؟ لسه الفرصه دلوقتي ما اثرتش، فاهم؟ ممكن حد فاهم يبقى من اول ترم دخل جايب امتياز ومش عارف ايه وبتاع، فاهمني؟ وكل ترم مثلا او كده في مادتين مثلا ايه يجيب فيهم مثلا جيد او جيد جدا او كده، فاهم؟ وانت مثلا ممكن تكون اول ترم الدنيا باظت فيه خالص، بس بعد كده بقى من اول ترم التاني رحت جيت بقى في كل مواد امتياز، فاهم؟ فانت عندك هنا شخص فاهم عمل دروب شويه بس قام جامد جدا، والشخص التاني كان ماشي كويس جدا، فاهم؟ بس ايه، بس الدروب اللي هو عمله على مدار 4 سنين في واحد غيره ايه عمله في اول ترم، بس الشخص اللي عمل الدروب في اول ترم ده تحاول تلاشى بعد كده كل حاجه، فاهم؟ كل الحاجات اللي كانت ممكن تعطله تاني، وركز كويس جدا، فبالتالي تساوى مع الشخص اللي عمل دروب دروبات صغيره قوي على مدار السنين، فاهم قصدي؟ فانت ممكن تكون عملت دروب كبير قوي بس فاهم خلاص مش هنقع تاني، خلاص فاهم؟ انت ممكن تكون وقعت وقعه كبيره، بس وقعه كبيره دي مش هنقع تاني، ممكن غيرك بقى فاهمني يقع وقعات متقطعه وبسيطه على مدار فاهمني السنين، بس في الاول والاخر لو انت مشيت صح بعد كده هترجع تلاقي انك انت بقيت زي خلاص. زي ما انت الكليه محتاجه نفس طويل، مش محتاجه اكتر من كده. أه بالنسبه انا كنت عايز اقول حاجه اخر سؤال تقريبا، بس انا مش عارف جاوبته ولا لا، بس اللي هو كان ايه هي متعه الترم التاني؟ متعه الترم التاني زي ما قلت لك، انت اساسي هتاخد اقتصاد جزئي وعلوم سياسيه 2 واحصاء 2 لو انت ما شلتش حاجه، لو انت ما شلتش احصاء 2 او ما شلتش احصاء 1 او سياسه 1، وهتاخد اسمه ايه ده، هتاخد لو انت مثلا ما خدتش القانون هتاخد مبادئ قانون اكيد، لو انت مثلا ما خدتش اداره هتاخد مبادئ اداره، لو انت ما خدتش ريدنج هتاخد ريدنج او اللي هي مبادئ المبادئ القراءات باللغه الاوروبيه، لو انت ما خدتش اس اس سي 1 هتاخد اس اس سي 1، لو انت ما خدتش مبادئ الرياضيات هتاخد رياضيات، فاهمني؟ انت اكيد خدت منهم حاجات وفي حاجات ما خدتش منهم ما خدتهاش منهم، فاهم؟ الاس اس سي 2 لو انت مثلا اخدت اس اس سي 1 في الترم الاولاني مثلا هتقوم واخد اس اس سي 2 في الترم التاني. هتقولي طب لازم اخدها في الترم التاني؟ هقول لك لا عادي، ممكن تعملها دروب ومثلا تقوم مبدلها مثلا بماده تانيه مثلا اي ماده تانيه مثلا، فاهم؟
وتاخدها مثلا في اول ترم من سنه تانية عادي. في ناس كتير اصلا، انت تلاقي اصلا في الترم التاني في ناس كتير بتاخد معاك يعني الاس سي 2 او الاداره العامه، هتلاقيهم مثلا بياخدوها مثلا وهم في سنه تانية، فانت هتجتمع بناس من سنه تانية عادي جدا في الترم التاني وانت خدت المواد دي. بس فانا بالنسبه لي نظام الاس اس سي 2، انت زي ما قلت لك ممكن تاخد عادي الترم الثاني او الترم الاولاني بتاع سنه ثانيه. الاداره العامه لو انت مثلا اخدت اداره بدل الاداره في الترم الاولاني، هتاخد الاداره العامه في الترم الثاني، هتنزل لك بس انت ممكن تعملها دروب عادي جدا. الرياضه، احرص انك انت لو ما خدتش الترم الاولاني تاخد الترم الثاني، تتاكد من جدولك. القانون لازم تاخده برضو. ايه تاني ممكن؟ رياده الاعمال ممكن تنزل لك تمام، بس هي تنزل ترم اولاني على ما اعتقد اكثر الاحوال. هي بماده بساعه، فممكن تاخدها عادي. ممكن على الاغلب هتاخدها الترم الاولاني بتاع سنه تانية. تفكير نقدي ممكن ينزل لك لو انت ما خدتوش الترم الاولاني. وعايز تعمل دروب برضو ممكن تعمل دروب عادي، بس بالدروب ماده تانية. النظام الاقتصادي المصري ممكن تاخد الترم التاني، هو ماده بساعه. بس مفيش حاجه تانية. هي دي المواد بتاعت سنه، يعني انا قلت كل مواد في الفيديو بتاع سنه اولى، فاكر اللي هو الفيديو بتاع مواد سنه اولى اللي نزلت في الترم الاولاني. بس الى هنا وينتهي حديثنا. اتمنى تكون استفدت من اي حاجه. ممكن ما اكونش احسن حد صدقني، ممكن ما اكونش انسب حد، ممكن ما اكونش الافضل، ممكن ما اكونش الكلام ده اصلا، ممكن ما اكونش كنت مرتب له. يعني فاهم اللي هو ببقى يعني انا بيبقى عندي حاجات كتير فاهم، فاللي هو فكره ان انا اعمل فيديو زي ده انا عارف طولت شويه، بس فاهم اللي هو انا قعدت احسبه وقعدت احضر له، انا مش هعمل حاجه غيره تقريبا، او ممكن ما اعملوش، اقول بقى مش هعمل حاجه غيره فخلاص بقى فاهم. بس انا بحاول ان انا اواكب فاهم، ان انا خلاص انا عايز اعمل حاجات فاهمني مهمه وكده وبتاع، وعايز برضه اعمل الفيديو ده فاهمني، عايز اقول برضه كلام، عايز انصحك، عايز احاول اساعدك، عايز اطمنك وكده. ممكن ما اكونش احسن حد بس بحاول اعمل كده. انت برضه ممكن تكونش احسن حد فاهم، بس انت ممكن تساعد غيرك فاهم، ممكن تعمل حاجات كويسه، ممكن تساعد نفسك فاهم. بس فنصيحتي ليك مش لازم تكون انت حد المناسب، بس على الاقل تكون بتعمل حاجه مناسبه فاهم، في المكان المناسب. فمش لازم تكون انت بتقول انا مش شرط اكون انا بقولك ذاكر وبتاع، مش لازم اكون انا الاول على الجمهوريه او الاول على الكليه فاهم. بس انا بقولك حاجه كويس، بقولك حاجه صح وانا غلطان. فاللي بتكلم فيه ممكن تساعد غيرك، ممكن انك انت تكون تأثر في غيرك وتحسن حياة ناس كتير فاهم. حتى لو انت مش احسن حد عادي، فساعد دايما الناس، حاول تعمل اللي عليك على قد ما تقدر. بس افتكر الانسان مفيش في قاموسه كلمة مستحيل طول ما هو مع ربنا. شايف الجملة دي بحبها جدا. كنت عامل اغنية في ثانوية عامة، فكنت اول بار او اول يعني او اول يعني مقطع او اول جمله قصدي في الاغنيه كانت بقول فيها الانسان مفيش في قاموسه كلمه مستحيل. كل شيء بيوسع لازم بيقرا له سبيل. فالمهم يعني يعني اللي انت عارف فعلا دي حاجه فاهم بجد، انا كنت مصدق فيها من اول ما دخلت ثانويه عامه. الحمد لله في الاخر جبت 92 ونص وطلعت من اول على الجمهوريه. مش شطاره مني، ولكن كرم من ربنا ان انا يعني فاهم ان انا عملت اللي عليا ووثقت في ربنا ان هو لو انا تمنيت شيء هقدر ان انا احصل عليه، ان انا عملت اللي عليا، وطالما هو شيء يعني حلال ومفيش مشكله ان انا احلم بيه او افكر فيه. بس انا عايزك برضه تحلم وتبقى عارف ان انت مفيش مستحيل طول ما انت مع ربنا، وتحقق باذن الله حلمك. وعايز تطلع الاول على الكليه تقدر. الترم ده ما توفقتش قوي، تقدر تطلع الاول على الكليه الترم التاني وكل الترمات اللي بعد كده فاهم، وتبقى في الاخر الله اعلم ممكن بعد كده تلاقي نفسك مترتب. ممكن اصلا يكون كلامي في كلام مثلا في اللي قلته غلط وفاهم، ممكن مثلا تكون يعني المواد بتاعتك مثلا كانت ضربه خالص الترم الاولاني، تلاقي نفسك في الاخر ترتبت على الدفعه على مدار 4 سنين عادي فاهمني، ما تعرفش فاهمني. ربنا بجد كرمه اكبر من انت متخيل. وفي حاجه مهمه جدا في الاخر عايز اقولها، انه افتكر كويس جدا انه اهم حاجه انك انت في الاخر تعرف تشتغل فاهم، يعني اهم حاجه يعني تلاقي شغل فاهم. بس فاذا كانت الجيد او الجيد جدا من الامتياز، او مثلا جيد مرتفع من جيد جدا هتفرق قوي ومقلقك قوي، فصدقني بقول لك مش هي دي العامل انك انت تكون انسان بجد قويم او يعني قادر انك انت
تقوم وعلى على تصلح امورك، وانك انت تكون قادر انك انت تدير شؤونك الخاصه عشان تقدر برضه تدير الشؤون الشغل اللي انت هتشتغله، فاهم؟ بس فاهم حاجه انك في الاخر تشتغل، فما تقلقش تحقق احلامك، صدقني هتجيب بيت وهتجيب عربيه، هتتجوز وهتعيش حياه كويسه، فاهم؟ مش عشان خاطر ماده انت ايه الدنيا ضربت شويه فيها فخلاص، فاهم؟ لا عادي، تقدر زي ما قلت لك تتخرج بامتياز، تقدر زي ما قلت لك تترتب على الدفعه لو انت وضعك مش اسوأ حاجه. لو انت في ماده او مادتين مثلا مثلا جيت فيهم مقبول او مثلا او جيد، بس المواد كويسه التانية بقى عادي تقدر لسه تترتب على الدفعه، تقدر عادي انك انت تتخرج بتقدير امتياز مع ذات الشرف، تقدر عادي انك انت اخر السنه دي تتخرج بامتياز لو طبعا ما شلتش ماده مثلا، او لو انت مثلا ما مثلا ما شلتش ماده ومثلا الافريج مثلا 4 مواد مثلا جايب فيهم درجات عاليه من 6 مواد، مادتين مثلا الدنيا صعبه فيهم شويه، فعادي، فاهم؟ ما تحسبهاش كتير قوي كده، فاهم؟ بس اهم حاجه انك انت عارف في امل وتعمل اللي عليك، واهم حاجه زي ما قلت لك انك تشتغل، فما تقلقش، لسه الحياه لسه قدامك. حصل خير، الترم الاولاني يبدا بدايه جديده، الترم التاني وبدايه بقى على نار، بدايه كلها اجتهاد، بدايه هتكمل بنهايه سعيده وامتحانات فاينل باذن الله الترم الجاي تقفلها كلها وتقفل اعمال السنه وكل حاجه. الكاميرا كل شويه عماله تفصل عشان شكلها بتقول لي ايه، انك انت خلاص كفايه كلام، جه وقت انك انت تروحوا علشان نروح كلنا عشان خاطر ايه نعمل كويس الترم التاني. كفايه كلام، جه وقت الافعال. بس فسلام، اشوفكم في فيديو جديد باذن الله على خير، او اشوفكم في الكليه، او اشوفكم في اي مكان على خير. بس اهم حاجه انا اشوفكم في الجنه بعد عمر طويل مليان بالحسنات باذن الله مع رسول الصحابه. كان معكم مازن طارق، سلام.